ما كانش هدفي ولا عمره هيبقى هدفي ان المشاهد اللي هو حضرتك يطلع من الفيديو عندي، سواء فيديو ريلز او شورتس او فيديو يوتيوب عادي، يطلع من الفيديو وهو مش مستفيد حاجه. دي مش طبيعتي. عشان كده حتى الفيديو الدردشه ده اللي انا بكلمك فيه وبنتكلم عادي وبناخد وندي مع بعض وبسمع رايك في الكومنتس وبرد عليك، بحاول ارتبه في صوره نقط واحد اتنين تلاته والمشكله والعلاج، عشان ما يبقاش الفيديو سايح كده كلامه وخلاص زي فيديوهات دردشه كتير على يوتيوب تطلع منه في الاخر ايوه طب انت عايز تقول ايه؟ طب انت كان هدفك ايه اللي بتتكلم في الفيديو؟ فبحاول برضه احط لك نقط معينه نمشي عليها جايد لاين كده، عشان نستفيد من الكلام اللي بيتقال كمشكله وعلاج. فانا يهمني جدا اللي بيتفرج عليا يطلع مستفيد حاجه معينه. طيب، اي انسان عاش على الكوكب ده لابد ان هو يكون لاعب العاب على الموبايل، على اللابتوب والكمبيوتر، او على البلاي ستيشن او الحاجات دي. واعتقد انه لازم يكون حب شويه العاب من الالعاب دي، بل يمكن يكون ادمنها، ختمها. وفي ناس تانية ما حبتش الموضوع، ما كملتش فيه، يعني بقت تلعب في اوقات الفراغ بتاعها، او في الويك اندز مثلا عشان تسلي نفسها، لكن مش مهووسه او ما عندهاش هوس وجنون بان هي تلعب العاب كتير وتختمها وكده، يعني فاهمني. ومن هنا طلعوا لنا الناس اللي احنا بنسميهم الجيمرز. الجيمرز دول، او اللاعبين دول، الناس اللي بيحبوا الالعاب جدا ومهووسين بيها وبيحبوا دايما يختموها. آه، وعشان عندنا حاجه اسمها منصه يوتيوب بتسمح للشخص ان هو يسجل فيديو لنفسه وهو بيعمل اي حاجه في الحياه، بيشرح، بيلعب، بياكل، بينام، وينزله وياخد عليه فلوس. ظهرت قنوات الجيمرز وبقينا نشوف مئات الالاف، وانا لا ابالغ، في العالم من قنوات الجيمرز المشهوره واللي عليها ملايين السبسكرايبرز. واحد قاعد على لابتوب، آه، او كمبيوتر او موبايل حتى، وقاعد بيلعب اللعبه المعينه دي، وقاعد بيتكلم، بيسجل نفسه صوره، وبيسجل البي سي نفسه اللعبه، ومركب ده على ده، وهو قاعد بيصور نفسه وهو بيلعب، الرياكشنات بتاعته بقى، وهو بيتكلم بقى وبيعلق ومش عارف الوحش ده والليفل ده وعملنا ايه وسوينا ايه. والفيديوهات دي بتبقى طويله في الغالب، يعني اقل جيم تقريبا بياخد 20 دقيقه 30 دقيقه اكتر من كده. فالفيديوهات دي بتبقى كتيره. والغريب والعجيب ان بنلاقي مشاهدات عاليه جدا على الفيديوهات دي، زي ما قلنا بتجيب ملايين المشاهدات. ملايين الناس بتدخل تتابع هذا المحتوى الغير هادف، مش هقول عليه اكتر من كده، مع احترامي لكل الجيمرز وكل الناس اللي عملت قنوات وبتقدم محتوى عن الالعاب، مع احترامي الكامل ليهم. ولكن انا شايف ان ده محتوى غير هادف. حتى لو انت بتشرح حاجه في لعبه وازاي تعدي ليفل صعب ومش عارف ايه، يعني اذا كان الشخص اللي دخل يتفرج عليك هو داخل يتفرج عليك عشان يضيع وقته وعشان ما يستفيدش حاجه، هو عارف ان هو مش هيستفيد حاجه. فانا مش عارف، يعني مش عايز القي اللوم عليك عزيزي اليوتيوبر الجيمر، آه لان انت ممكن تكون مش كل المشكله عندك، انت جزء من المشكله، ولكن المشكله في الشخص نفسه اللي بيتابع حضرتك او بيسمع حضرتك. ودي مش حاجه عيب ولا حرام. انا شخصيا بسمع فيديوهات العاب، ولكن انا على فكره انا بقالي سنين بسمع فيديوهات العاب، آه ودايما بستمتع انا وانا بتفرج عليها، بتفرج على الشخص وهو بيدي بقى رياكشنات وبيتكلم، بالذات العاب الرعب، وبترعب معاه وهو بيترعب وبيتخرش كده وبي- وبيزعق. انا بحب الفيديوهات دي، فبتفرج عليها على فكره. وانا بقول كل الكلام ده مش عشان انتقد الجيمرز اللي على يوتيوب او السوشيال ميديا، دول على عيني وعلى راسي زي ما قلت. انا بتكلم على الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات دي، واللي هو انا واحد منهم. وعشان انا واحد منهم وعندي نفس المشكله ونفس المرض، فانا حابب اتكلم معاه مع اخواتي الشباب الصغيرين، عشان نشوف المشكله ايه وازاي نحلها. زي ما انت ملاحظ كده في عنوان الفيديو انه انا ليه ما عملتش قناه العاب، او ليه القناه اللي انت بتتفرج عليها فيها دي انا ليه ما كانتش قناه جيمز.
الحقيقة إن أنا باحب الجيمز جدًا، أنا مش مدمنها، ممكن تعدّي عليَّ فترات مرّة في السنة والّا حاجة تلاقيني كده بقى لي أسابيع مدمن على الألعاب ولازم أختم اللعبة دي أنا أختمها، بس دي يعني بتحصل لي مرّة كل كام سنة، بطّلت تحصل لي يعني. الفكرة إن أنا باحب الألعاب زي كل الناس، زي كل البشر، ولعبت ألعاب كتير جدًا وعندي ألعاب مفضلة باحبها وختمت السلسلة كاملة مش بس اللعبة، ولكن أنا مش مدمن ألعاب، وده الحل اللي أنا جايبه لك، إزاي ما تكونش مدمن ألعاب، إزاي ما تضيّعش وقتك في الألعاب وما تضيّعش وقتك في الفيديوهات بتاعة الألعاب. ولكن عشان ما حدش يتضايق من كلامي انا هاخد الكلام على نفسي، انا ليه ما عملتش قناه العاب؟ يعني انا هرد على السؤال ده في كام نقطه، واظن هدفي من الفيديو هيوصلك او هتفهم انا قصدي ايه. انا ليه ما عملتش قناه العاب؟ أه رقم واحد، انا مش بحب الالعاب جدا، ف يعني بلعبها فور فن، للتسليه، في الويك اندز مثلا، او مره كل شهر مثلا العب لي لعبه لمده كام ساعه في اليوم. فانا مش بحب حاجه زي كده قوي، وبالتالي مش هقدر اكرس حياتي ليها وابقى بشتغل فيها 8 ساعات او 12 ساعه في اليوم وانا مش بحبها قوي، حتى لو هي العاب وفيها متعه وبتبسط الواحد كده. مش حابب حاجه زي كده ان انا اقضي وقت طويل فيها وافضل شغال فيها حتى لو بتجيب فلوس حلوه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الالعاب مش مناسبه لشخصيتي. على مدار سنين وانا بحاول افهم شخصيتي ايه، وافهم طبيعتي، وافهم سلوكياتي واسلوبي وافهم نفسي اكتر. لقيت ان انا في الجزء بتاع الجيمز ده دي مش شخصيتي. انا مش حابب ان انا اطلع على السوشيال ميديا اكون مجرد ان انا بلعب لعبة وبصورها وبنزلها. مش عارف، يعني كل واحد كده هتلاقيه في الحياة شخصيته بتميل لحاجة معينة. في ناس بتحب الاكل الكتير والطبخ والحاجات دي، في ناس بتحب الالعاب بقى وتقعد تلعب وتختم العاب، في ناس تانية تحب السفر والمشاوير ومش عارف ايه ويتحرك، مش عارف، في ناس بتحب القعده في البيت والشغل من البيت. كلنا شخصيات، ربنا خلقنا كلنا شخصيات مختلفه، ودي حاجه عظيمه جدا صدقوني. كويس، من نعم ربنا ان احنا اتخلقنا مختلفين، وكلنا مش شبه بعض، وكل واحد ليه طباعه وليه سلوكياته وليه اسلوبه وليه حياته. دي حاجه حلوه. آه، فانا مش من الشخصيه دي، انا من الناس اللي احب اتعلم دايما، اطور من نفسي، اضيف لنفسي حاجات جديده، افيد غيري زي ما انا قاعد بتكلم معاك كده وبحاول على قد ما اقدر افيدك بكام حاجه كده او افتح مخك على شويه حاجات. احب اتفرج على المحتوى اللي فيه قيمه حقيقيه اكتر من المحتوى اللي فيه ترفيه. طيب دي تاني نقطه. تالت نقطه دي مش الرساله اللي انا عايز اوصلها. انا لما عملت سوشيال ميديا من شهور، كان هدفي ان انا افيد شريحه كبيره من الناس، زي اولياء الامور، اباء وامهات، وزي الشباب الاصغر مني اللي انا شايف ان انا ممكن اكون اعرف عنهم زياده شويه، فممكن افيدهم باللي عندي. وبالتالي ما كانتش رسالتي ان انا اضيع وقت الشباب دول، ودي نقطه هنجيلها كمان شويه. انا مش هدفي ان انا اكسب على قفاك بان انا اضيع لك وقتك، مش هدفي ان انا وقتك ده يبقى هو العمله بتاعتي اطلاقا. انا بكره حاجه زي كده. ما كانش هدفي ولا عمره هيبقى هدفي ان المشاهد اللي هو حضرتك يطلع من الفيديو عندي، سواء فيديو ريلز او شورتس او فيديو يوتيوب عادي، يطلع من الفيديو وهو مش مستفيد حاجه. دي مش طبيعتي. عشان كده حتى الفيديو الدردشه ده اللي انا بكلمك فيه وبنتكلم عادي وبناخد وندي مع بعض وبسمع رايك في الكومنتس وبرد عليك، بحاول ارتبه في صوره نقط واحد اتنين تلاته، والمشكله والعلاج، عشان ما يبقاش الفيديو سايح كده كلامه وخلاص زي فيديوهات دردشه كتير على يوتيوب تطلع منه في الاخر ايوه طب انت عايز تقول ايه؟ طب انت كان هدفك ايه اللي بتتكلم في الفيديو؟ فبحاول برضه احط لك نقط معينه نمشي عليها جايد لاين كده، عشان نستفيد من الكلام اللي بيتقال كمشكله وعلاج. فانا يهمني جدا اللي بيتفرج عليا يطلع مستفيد حاجه معينه. طيب آه، رابع نقطه، وقتك غالي، وقت الناس غالي. كنت اتكلمت قبل كده ان العمله الوحيده اللي لما بتصرفها ما بترجعش تاني هي الوقت. الوقت هو اغلى شيء يملكه الانسان. الوقت محدش يقدر يعوضه، محدش يقدر يوقفه، محدش يقدر يبطئه،
الوقت بيمشي، الحياة ماشية، آه، وانت اللي بتقرر وقتك بيروح فين. فموضوع تضييع الوقت ده موضوع مهم جدا، عشان كده ظهر علوم كتير ومجالات كتير وكورسات كتير بتتكلم عن التايم مانجمنت، وازاي تدير وقتك وازاي تنظم وازاي تعمل وازاي تستغل كل دقيقة والكلام ده كله. حلو. كل ده ليه؟ عشان الناس الواعية الشاطرة عارفة قيمة الوقت. الناس الأغنياء هم ليه أغنياء؟ عشان فاهمين قيمة وقتهم. على فكرة بيتبسطوا وبيعيشوا حياتهم وبيسافروا وبيخرجوا وبيتفسحوا وبياكلوا، بس عارفين إن في وقت معين لازم ولا بد منه ان احنا نشتغل فيه ونعمل اللي ربنا خلقنا عشان نعمله، اللي هو الاجتهاد والتعب والمذاكره والشغل. وعشان كده هم مقدرين قيمه وقتهم، واحيانا بيضطروا او بيحتاجوا ان هم يشتروا وقت الناس عشان يوفروا وقتهم لحاجه افيد. زي مثلا مدير الشركه اللي بيجيب موظف يشتغل عنده ويعمل له الحاجه الفلانيه، فبدل ما هو اللي كان بيعملها بنفسه يجيب حد يشتري وقته ويديله فلوس عشان يعمل له الحاجه دي ويوفر له الثمان ساعات شغل اللي هو كان هيشتغلهم. وده اللي هو الشغل الفريلانسنج يعني، او العمل الحر. فالوقت مهم والوقت غالي. وانا كبشوي وقت الشباب الصغير اللي بيتفرج عليا بالنسبه لي غالي جدا، وبعتبره وقتي الشخصي. انا مرضاش ان انا اضيع وقتي الشخصي في الفرجه على حاجات ملهاش قيمه. انا قلت لك في الاول ان انا بتفرج عليها بس نادرا، يعني ممكن كل يوم يومين ثلاثه اتفرج على حاجه بسيطه ربع ساعه مثلا في اليوم كله. شكرا، انا بالنسبه لي كده خدت متعتي اللي انا عايزها. ما ضيعتش وقتي قوي، كان وقت بريك، عملت الشغل اللي عليا، ذاكرت، الدنيا تمام. انما اقضي طول اليوم بلعب او طول اليوم بسمع فيديوهات عن الالعاب، ده مش منطقي. ده مش منطقي، والوقت ده انت مش مستفيد بيه، بالعكس ممكن تكون بتأذي نفسك. ان انت بتضيع وقتك ان انت بتتفرج على حاجات تافهه، ان انت بتتفرج على حاجات بتهدك مش بتبنيك. لان كل الحاجات دي داخله لمخك، ومخك بيعمل بروسيسنج ليها وبيتعلم منها فانا بحاول ما اضيعش وقت الناس واقدم لك حاجه فعلا تستاهل الكام دقيقه اللي انت سمعت فيهم الفيديو. رقم 5، المتعه لوحدها مش كفايه. الالعاب او الحاجات اللي احنا بنتفرج عليها بتدينا متعه لحظيه لكن مش دايما. يعني من الاخر كده، سيادتك يا اللي بتضيع وقت كتير على الفرجه على فيديوهات الالعاب والحاجات دي او بتلعب العاب، صدقني انت بعد يوم يومين اسبوع اتنين شهر شهرين يا سيدي سنه ما بتفتكرش حاجه من الحاجات دي. انا على فكره الفيديو اكتر على الفيديوهات بتاعت الالعاب، لان انا بدات لك او عنوان الفيديو بيقول لك انا ليه ما عملتش قناه العاب. انا ممكن اكسب كتير جدا لو كنت عملت قناه العاب ونزلت بس صوري وفيديوهاتي وانا بلعب. لكن انا لما بحط نفسي مكان المشاهد بلاقي ان الموضوع ما فيهوش متعه. المتعه مش كفايه. يعني ايه؟ يعني سيادتك لما بتتفرج على واحد وهو بيلعب اللعبه، اولا وبدون نقاش انت ما بتبقاش مستمتع بنفس القدر اللي هو مستمتع فيه. هو بيبقى مستمتع اكتر منك بكتير، هو بيكون عنده تحكم في اللعبه او الحاجه اللي بيعملها اكتر بكتير منك. انت بتبقى قاعد على اعصابك ومتضايق، وازاي خسرت ومش عارف ايه، طب عيد المحاوله، طب خش يمين، طب روح شمال، مش عارف ايه، طب اضرب، طب اعمل. وهو قاعد بيلعب ولا همه براحته والدنيا بيس. لكن انت اللي قاعد بتتفرج، حتى لو انت مش مشدود وانت بتتفرج، بس انت قاعد رابط نفسك قدام واحد بيلعب ومش مستفيد اي حاجه. صدقني الربع ساعه دي، التلت ساعه، النص ساعه، الساعه، كان ممكن تستغلها في حاجه تانية. كان ممكن تتفرج على فيديو اقصر يا سيدي يديك متعه بسيطه لو انت محتاج متعه بسيطه، وبعد كده في وقت البريك طبعا او في وقت الراحه، وبعد كده تكمل شغل او مذاكره، اوكي اقول لك ماشي. لكن تقعد بالساعات تتفرج على الفيديوهات دي في اليوم، موضوع ملوش اي لازمه، ولا بيديك متعه ولا بيديك اي حاجه ولا بيبسطك. في الاخر بتنسى اصلا تاني يوم انت سمعت ايه امبارح. النقطة اللي بعد كده، عشان أنا مش فاكر أنا وصلت النقطة كام. بالنسبة ليه أنا ما عملتش قناة ألعاب. آم، النقطة اللي بعد كده إنه أنا بحب أكون ليا تأثير إيجابي. لو فيديو واحد خلاك تتعلم حاجة جديدة من اللي أنا بقدمهم، أنا مبسوط. وأنا صدقوني بدون مبالغة أنا بفرح جدا جدا بالكومنتس اللي بتجيلي سواء على فيديوهات اليوتيوب أو على السوشيال ميديا من أولياء الأمور أو من الشباب. لما حد يقول لي شكرا، كلمة شكرا دي بالدنيا، حتى من غير ايموجيز ولا قلوب ولا أي حاجة، وبعمل لاف عليها وببقى مبسوط جدا. بحس ان فعلا انا قدمت معلومه في دقيقه او في كام دقيقه فادت الشخص اللي قدامي، غيرت طريقه تفكيره، خليته يعمل حاجه جديده، خليته يتعلم حاجه جديده، خليته يبني عاده جديده، خليته يبطل عاده وحشه. عدلت مسار معين في دماغه كان ناوي يسلك فيه او يعمله، وهكذا. وصدقوني التأثير ده أهم بكتير جدا من آلاف ساعات المشاهدة ومئات وآلاف الدولارات اللي ممكن أخدها في
طريق غلط ان انا اضيع لك وقتك وان انا اكون بلعب العاب وخلاص. النقطه اللي بعد كده برضو مرتبطه باللي قبليها، ان انا مش بس عايز يكون ليا تاثير ايجابي، انا كمان عايز لما اكبر بعد سنين وابص على المحتوى اللي انا بقدمه بعد سنين ان شاء الله، لما ابص على الفيديو ده اكون مبسوط، اكون فخور بنفسي، اكون فعلا قدرت اكسب تقدير واحترام الناس اللي حواليا بان انا في يوم من الايام فدتهم. ودي صدقوني مش حاجه غريبه، دي حاجه شفناها مع ناس كتير. لو حد مثلا بقاله كذا سنه بيتابع صانع محتوى معين وبيتعلم منه، يجي دلوقتي يقول لك يا ده فلان الفلاني ده اللي عنده مش عارف كام مليون سبسكرايبر، انا مستفيد منه جدا واتعلمت منه من وانا صغير في اعدادي او ثانوي وانا بتعلم منه وبيقدم حاجات حلوه وربنا يخليه يا رب. حاجه حلوه ان انا افيد فعلا ناس من الحاجه اللي انا بقدمها، واثرها يفضل باقي لسنين. احلى حاجه في اليوتيوب بجد من وجهه نظري، احلى حاجه في يوتيوب صدقوني بحبها، ان هو الفيديوهات تفضل موجوده لسنين. انت ممكن ترجع للفيديو من اول ما اليوتيوب اتعمل، فدي حاجه حلوه. انا بعمل الفيديو اللي تعبت فيه وقدمت فيه رساله معينه وفدت فيه الناس، وبيفضل موجود لسنين طويله، بيفيدك انت وبيفيد عيالك وبيفيد احفادك وهكذا. فدي حاجه كويسه جدا، فمش بس تاثير ايجابي ولكن هو كمان مستمر وممتد. اخر حاجه اتكلم فيها ان كل صانع محتوى في الحياه ليه طريقه. في ناس مبدعه جدا في مجال الالعاب، وعلى فكره الناس اللي بيعملوا العاب اللي هم الجيمرز على يوتيوب الناس بتتعب فعلا، الناس بتتعب وبتشقى وبتظبط السيت اب والاضاءه ومش عارف ايه، وبتتاكد ان الالعاب شغاله وبتقعد تجرب ومش عارف، بتضيع ساعات طويله اصلا عشان تقدر في الاخر وقت ما تبدا التسجيل ان هي تطلع فعلا بمحتوى كويس وجوده كويسه. واحيانا الدنيا بتبوظ منها في النص وهكذا. كل شيخ وليه طريقه زي ما بنقول. انا اخترت طريقي اللي انا ان شاء الله اكمل فيه، واحاول اقدم رساله واي كلمه تتقال مني لو فادت حد في يوم من الايام انا مبسوط جدا. وده بالنسبه لي حاجه كويسه. وفي الاخر حابب اقول ان دي وجهه نظري الشخصيه تماما، وده مش معناه ان مجال الالعاب وحش وان الناس اللي بتعمل فيديوهات عن الالعاب دي ناس وحشه او بتقدم حاجه غلط يعني او حرام، ولكن ببساطه انا قررت قرار ان ما يكونش ده المحتوى اللي انا عايز ابني عليه رسالتي. بس شكرا. في الاخر بقى يعني شاركني رايك في الكومنتس، قول لي انت يعني معايا ولا لا، وهل بتحب فعلا محتوى الالعاب، وهل بتلعب الالعاب بنفسك ولا بتاخد المتعه اللحظيه اللي موجوده في فيديوهات اليوتيوب اللي الناس بتلعب هي الالعاب وبتبقى هي مبسوطه وانت لا. وبرضه قول لي في كومنت بتقضي وقت قد ايه مثلا في اليوم بتتفرج على فيديوهات الالعاب دي. ويعني هستنى رايك في كومنت وهرد على كل الكومنتس. شكرا لكم. ما تنساش بقى لايك شير سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي.